بلاش نمن على عيالنا بتعبنا، إني باخد اللقمة من بُقّي وأحطها في بُقّي، وإني باشقى عشان أدفع له مصاريف مش عارف إيه، بلاش كده، اعمل ده واجب عليك وحُبًا، ولمّا تختلف مع عيالك ما تفكّرهمش بفضلك، فكّرهم بربنا، وفكّرهم بالحب اللي ما بيننا مش بالسعي اللي أنت اللهم إنك تعلم أن أبناءنا قرة عين لنا، فوفقهم إلى ما فيه خير حياتهم، وزين عقولهم بالعلم، وطهر أخلاقهم بالسكينة والحلم، اللهم وافتح عليهم بنور الفهم وصحة الأبدان، يا حنان يا منان يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده معانا يوم تشجيعي جميل جدا، بصوا هيشجعكم كده ويحمسكم. بس اول حاجه تعالوا نعمل مع بعض حمام الكريم لهنوشه. انا عايزه اقول لكم حمام الكريم ده نوعه جميل جدا، بس قبل ما نشوف الطريقه ازاي حطوا لايك واشتركوا في القناه وكمان فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. اول حاجه عملتها كده بللت شعرها، طللته بميه، هي كده كده كانت رايحه تاخد شاور اصلا، فطللته بميه وحطيته عليه كده وفردته بالمشط، يعني يكون مشط واسع. وطبعا النوعيه ديت من الفيديوهات جديده عليكم شويه، فهنونا حبت توريكم روتين شعرها. وطبعا لو بنوتك شعرها كيرلي مش ناعم، حبيه وحبي شكله واهتمي بيها واهتمي بشكل شعرها. انا عايزه اقول لكم في الوقت ده كنت بعمل لها حمام الكريم، بمشط الشعر كده وبنزل الشعريه لتحت. احنا هنرجع نكمل الفيديو بتاعنا عادي. وعايزه اقول لكم النهارده حاجه سالتوني عليها كتير قوي، هتشوفوها في اخر الفيديو، بس اتفرجوا على الفيديو للاخر وخليكي معايا كده. المهم لميت لها شعرها كحكه صغيره كده، وبعدين حطيت لها البونيه في شعرها وسبتها نص ساعه. وبعد كده ببص لقيتها دخلت تغسله. هي سبتها نص ساعه قعدت على التليفون، هي عايزه تعتمد على نفسها شويه، فانا بقى مش حابه ان انا اكبت راحتها كده، او ان انا يعني يعني اخليه اغصبها ان انا اللي اعمل لها او كده، فهي ممكن تعتمد على نفسها عادي مفيش اي مشكله. المهم هي هنا عملت شعرها، هو غسلته وبعدين غسلت اسنانها. هي كده كده كانت هتاخد شاور، وجهزت لها اللبس اللي هي هتلبسه، الطقم الجميل ده والطوق ده هي بقى هتلبس علشان هنروح عند تيتها النهارده. هنمسك البوتاجاز بتاعنا ننضفه تنظيفه عميقه كده ونغسله. اول حاجه بالباور، جبت الباور وكده كده، وانا بغسل البوتاجاز ببقى ارش البراد بتاعي برش من الباور ده، لان هو ستانلس فبينضف مع طبعا البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز كان شكله مبهدل معايا ده، علشان انا بقالي فتره ما جيتش جنبه، بس قلت بقى النهارده همسكه وانضفه تنظيفه عميقه كده معاكم. اخدت الحوامل ابتديت ان انا اغسلها كده زي ما انتم شايفين، حطيت صابون سائل وشويه من الكلور على السلكه، وجبت سلكه بلدي وابتديت ان انا اغسل بيها زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني خليت البوتاجاز يلمع لمع كده معايا في الاكل. انا كده كده بغسله كل يوم ويوم، يعني يوم ويوم بغسله، مش بعد كل اكله بقى، مش بعد كل دقيقة، ومش هقولك كل دقيقة ولا حاجة، بس هو يوم يوم ان شاء الله بغسله. حتى لو البسيط ببتدي ان انا اغسله علشان احافظ على البوتاجاز بتاعي. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا كنت شايله الظهر بتاعه، اللي لو حابين بالمفك كده، بس بتجيبي مفك وتفك المسامير دي، وبعدين تشتريها وتشيل اللوح البوتاجاز، وبعدين تنزلي البتاعه دي تاني وبتربطيها اللي هي المسامير دي. هنا بقى ابتديت ان انا اغسل الحوامل، وطبعا بغسل كل حاجه على البوتاجاز بحيث ان هي تتشطف على الحوض وخلاص. غسلت الحوامل وغسلت عيون البوتاجاز واخدت الجوانب بالمره، وابتديت ان انا اغسلهم كده زي ما انتم شايفين. وبعدين شلت طبعا فرشة السنان دي بتبقى فرشة قديمة عندك، لو مش عندك الفرشة اللي هي العادية دي. وبعدين بغسل بيها المناطق الصعب ان انا اوصل لها، وكمان اخدت الجنوب بالمرة وخلصت كده زي ما انتم شايفين. وبعدين شلته وحطيته، حطيت الحوامل في الحوض وببتدي ان انا اديلها شطفه. وهنا البوتاجاز بتاعي بقى بيلمع، وجبت كمان ملمع اللي هو البليدج بتاع التلميع ده، لمعته اديت له تلميع. وكمان البراد طبعا كنت غسلاها على الحوض. وهنا حطيت الحوامل بتاعتي تنشف، والعيون بتاعت البوتاجاز والمطبخ كله زي الفل طبعا منضفاه. وهنا كنا رحنا عند مامتي انا وهنا وميويا كانت بقى، وهنا كانت لبست اهي وجهزت. انا قلت اوريكم شكلها واحنا عند مامتي هناك.
طبعا بيبقى يوم جميل قوي، وعايزه اقول لكم بفرح قوي وبتبسط. عايزه ابقى اشارككم الفيديوهات تحت واحنا بنزرع وبنعمل حاجات كده ورا البيت، التجديدات والكلام ده. وهنا ميويا كانت قاعده، فقلت لها هنصورك وانزلك علشان اللي بيحبوكي يسيبوا لك تعليق حلو. جيت هنا بقى بعد ما روحت لقيت ابو هنا جايب لنا كده مرته وجايب لنا جبنه قريش. قلت له بقى عز الطلب احنا محتاجينها الايام دي، لان احنا المش بتاعنا بقاله فتره وعايز يتجدد وعايز يتظبط كده. هعمل كل ده معاكم النهارده في الفيديو، نعمل غدا مع بعض وسريع كده سهل. المرته طبعا بعملها معاكم كتير قوي، ببقى عايزه اطلع الروايح منها، ولو فيها اي بكتيريا بجدد الحياه بتاعتها اصلا من اول وجديد. بحطها في الطاسه كده مع معلقه من السمنه البلدي، وبعدين بوطي عليها النار شمعه لحد ما تسيح، وحطيت معاها قطعه من الجبنه القريش كده، وظبطت الملح بتاعها. هي كانت جايه عدمه ملح، بس انا حسيت اللون بتاعها مش واو قوي، فحطيت قطعه من الجبنه القريش كده زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اقلبها. شايفين كانت سايحه ازاي، بتبقى ريحتها تحفه. وعايزه اقول لكم كمان طعمها بيبقى جميل قوي. كيلو فيها ب120 جنيه. كنت جايبه نص كيلو عمل معايا كنت جايبه نص كيلو عمل معايا 60 جنيه. وحطيت عليه قطعه الجبنه القريش دي، ما شاء الله زودت من الحجم بتاعه، بس ما كتريش جبنه قريش علشان ما تغيرش الطعم بتاع الجبنه معاكي. اخدتها على جنب بقى، وجيت هنا جبت الخلاط. النهارده بقى هنعمل ايه؟ عايزه اقول لكم يا ولاد برطمان مربى يا ولاد. انا عايزه اقول لكم انا بحب المشي قوي، بحب بصوا يعني مش بحب اكله كتير، بس بحب يبقى موجود في البيت، بحب اعمله، بحب اعمله قوي يعني. شايفين جبت بقى، كنت حاطه شويه فلفل احمر كده بقالهم حوالي شهرين فيه كده. طبعا انتوا عارفين برطمان المش ده عمره بيتراوح قد ايه؟ بيتراوح 6 سنين كده ان شاء الله. يعني المش بتاعي بعمله من 6 سنين، من غير بلاصي ومن غير روايات بقى ومن غير كلام من ده. بعمله بقاله 6 سنين وبالجمال ده وبالطعامه دي. عايزه اقول لكم طعمه بيودي في حته تانية خالص. جيت هنا حطيت شويه الفلفل الاحمر، هما اللي ادوا اللون الجميل ده. اول حاجه بتعمليها خالص لو عايزه تعملي مش من اول وجديد، هات شويه مش من حد يعني معرفه كده، او اشتريه بقى يعني. بس عايزه اقول لك خميره المش اللي بتعمليها ما يبقى بناء عليها طعم المش بتاعك. وانا هنا كنت عامله الخميره في الاول خالص، اول لما اتجوزت من 6 سنين كده كنت عاملاها، كنت جايباها من حماتي مرات بابا سالم يعني. كنت جايبه شويه منها وعملت عليهم. بتحط عليهم بقى قطعه جبنه قريش فاضله معاكي بتحطيها، قطعه جبنه بخيرها بتحطيها، قطعة جبنة جاية من المعمل مثلا بتحطيها. عايزة اقول لكم بيبقى تحفة بجد. شايفين شكله قمر ازاي؟ وشايفين يعني بجد حاجة تحفة كده. شايفين الشكل حاجة كده تستاهل بقكم. جربوا بس الطريقة اللي بقول لكم عليها دي. شوية لبن مثلا ربوا معاكي بتحطوهم عليه، مش بيقول لا لأي حاجة يعني، ملوش طريقة معينة وملوش كتالوج. هنا الجبنة القريش كنا جايبين كيلو ونص، الكيلو ب80 جنيه. اخدت حوالي نص كيلو على المش، وحطيت الكيلو اكلنا منه كده جبنة قريش طرية. اخدت بقى شويه كمان، هي على فكره الجبنه القريش كمان كانت عادمه ملح، حطيتها في العلبه كده زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اقطعها. عايزه اقول لكم هي كانت جديده وصبحه، كانت جميله قوي. وسبت شويه كام واحده اللي تحت دول، هبتدي ان انا ارش عليهم ملح واخدهم علشان احطهم التلاجة، وابتدي ان انا املحهم. انا عايزه اقول لكم غرقتهم ملح من فوق لتحت لتحت لفوق، امليهم ملح كده، وبعدين سيبيهم لتاني يوم، وهتحسي قطعه الجبنه بقت ناشفه معاكي ومحجره كده. هو ده المطلوب اثباته. لو مش قادره تعملي كده، خد قطعه الجبنه وحطيها حوالي 5 دقايق كده بعد ما تطفي الفرن. حطيت هنا شويه حلبه في المش، عايزه اقول لكم بتشيل الحشرات ومش بتدي فرصه للحشرات ان هي تيجي وكده. وشويه من اللون الاحمر، دي طبعا اللي هي بتاعت المخلل اللي اسمها اللعلة تقريبا، اسمها اللعلة، بيبقى لونها احمر كده وبتتحط في المخللات، وكانت موجوده دايما في المحلات. حطيت هنا برضو رشه من حبه البركه كده زي ما انتم شايفين. وحطيت شويه حلوين كده في المش، لان احنا هنقفل عليه مش هنفتحه دلوقتي خالص يعني، خلاص بقى احنا قفلنا عليه. لو حابه بقى اسيب منه شويه وخلاص. جيت هنا بقى ابتديت ان انا اقلبه كده زي ما انتم شايفين، وقفلت على الجبنه دي وشلتها على جنب. وطبعا بتقطعي قطعه الجبنه القريش على قد ما بتحتاجي، لان الجبنه المش دي بتبقى حادقه وحدقها عالي وشطه وكده، واقل قطعه منها بتشبع. فالمهم قطعتها بقى
قطع صغيره بحيث لما اجي اشيل قطعه صغيره مطلعش كتير. واخدتهم على جنب، هوريكم طريقتهم دلوقتي في اخر الفيديو شكلهم، واوريكم وانا بفضي الجبنه في البرطمان. جيت هنا بقى عشان اجهز الغدا، حطيت شويه زيت في الحله دي، واخدت الفراخ دي كنت متبلاها قبلها بيوم، وجيت هنا على الحله دي عملت حاجه كنت اول مره اعملها الموسم ده ولسه طالعه. عملت النهارده لوبيا، حطيت شويه زيت وقطعت بصلايه كده زي ما انتم شايفين كده تقطيعه صغيره، وطبعا انا موطيه النار لان البوتاجاز بتاعي بقاله فتره كده النار بتاعته بتبقى عاليه وبتلسع جامد. المهم هنا اهو حطيت البصله وجبت اللوبيا، طبعا كنت مقشراها كده ومنضفاها واديت لها شطفه وحطيتها في الحله كده، وابتديت ان انا اقلبها لحد ما اخدت معايا اللون الاحمر ده. ضفت عليها شويه من عصير الطماطم، لو حابه تحطي صلصه من اللي هي المركزه دي بتبقى تحفه برده وجميل. وجيت هنا حطيت شويه زيت في الطاسه الصغيره دي. هنونه كانت عايزه فراخ مقرمشه، طبعا انا عامله خلطه الفراخ المقرمشه دي معاكم قبل كده. كنت حاطه فيها بقسماط، وحاطه فيها شويه من الدقيق ومعلقتين من النشا، وكمان مبهراها بشويه بهارات فراخ، كركم، كاري، وحاطه فيها رشه من الجنزبيل ورشه من القرفه صغيره خالص. وبعدين حطيتها على جنب كده وبحطها في التلاجة. طبعا اما احب اعمل فراخ مقرمشه دي خلطه المقرمشات بتاعتي، ببقى احط فيها الفراخ. مثلا بحط الفراخ اسقطها في ميه بعد ما اسلقها، في ميه بيضة عاديه خالص، ممكن تبهرها او لا عادي، وبعدين بضيفها بحطها في قلب الزيت. هنا بصوا انا عفرتها في المقرمشات بس، هتاخد لون شويه معايا. انما لو حطيتيها في شويه ميه، وبعدين هي على فكره واخده اللون ده، طبعا انتوا عارفين ان انا بقى بشوي الفراخ على الناشف كده او بطبخها على الناشف، ما بحبهاش في شوربه وكلام من ده. هنا بقى انا كنت اديت لي ديت حطيتها في شويه ميه، وبعدين حطيتها قلبتها في الخلطه واخدت اللون التحفه ده. انا ما كنتش عايزه اعمل الفراخ المقرمشه، بس هنوشه قالت لي ايه ان هي نفسها فيها وكده. المهم عملتها لها. انا عايزه اقول لكم كان طعمها بجد تحفه ووهم، جميله جدا. واللون البني الغامق ده مش حرق يا جماعه عشان ما حدش يقول ده حرق، اللون البني الغامق ده من الشوي، لان انا عامله تتبيله شوي وسبتها لما نشفت فيها. حطيتها في الحله في شويه زيت وحطيت عليها شمعه نار، واول لما بتنزل الميه بتاعتها ببتدي ان انا اسيبها تنشف على نار هاديه خالص. بتنزل الميه وبتستوى منها فيها، ما بتضيفلهاش اي ميه. واول لما بتنزل الصوص والعصاره بتاعتها بقى كده بضيف عليهم شويه من الميه، حوالي شوفوا بقى يعني بتحب الشوربه بتاعتكم خفيفه ولا دسمه. وبعدين بتحط عليها الميه على حسب كده، وبعد كده بتلاقيها شوربه تحفه قوي، والفراخ بتبقى ناشفه وجميله جدا كانها مشويه بالظبط. وعملتها معاكم 1000 مره قبل، جربوها بطريقته هتعجبكم قوي. المهم هنا شايفين شكل الاكل تحفه وقمر ازاي. تعالوا بقى اتفضلوا معايا بألف هنا وعافيه. اكله بسيطه كده وسهله وحلوه وخفيفه. قلت النهارده هنعمل اكل تقليدي علشان بقالنا شويه ما عملناهوش، نعمل النهارده اكل تقليدي كنوع من انواع التغيير يعني. المهم بقى جاهز معايا كده زي ما انتم شايفين اهو. وهنونه كانت قاعده بقى طبعا كده مديلنا التكشيره وفرحانه بالفراخ المقرمشه بتاعتها. يلا بقى تعالوا نشوف طريقه المش بقى. الجبنه كنا سيبناها لتاني يوم، شايفين نزلت كل كميه الميه اللي فيها وبقت ناشفه بالظبط زي الحجره. انا كنت بوريكم هنا اهي. وطبعا اخدت البرطمان اللي كان مكان مش ده غسلته وسيبته لحد ما نشف كده، وبعدين حطيت فيه الجبنه اهي الناشفه دي. كل ما بشتري جبنه بحط فيها، كل ما هشتري بقى احط، لان احلى اوان الجبنه القريش في الشتاء بتبقى تحفه قوي بجد. يعني انا عايزه اقول لكم لو حابين تعملوا مش او تعملوا اي حاجه او تعينوا لبن مثلا تحطوه في الفريزر وتسحبوا منه الجبنه اللبن بتاع الشتاء ده بيبقى حاجه تانية خالص. واحنا داخلين على عز الموسم. شويه الميه اللي نزلوا منها دول طبعا ما تخليتش عنهم ولا رميتهم، حطيتهم بشويه حبه البركه اللي فيهم وحطيتهم في قلب البرطمان كده زي ما انتم شايفين. بقى جبت شويه المش بتوعي، طبعا كنت مغطياهم كده بكيس بلاستيك وسيبتهم ليله بره. وبعدين بقى جيت هنا ابتديت ان انا اضيفهم في قلب البرطمان كده، باخدهم واحده واحده كده وبحطهم في البرطمان. شايفين بقى الجمال وشكل الجبنه، شايفين شكل الجبنه بجد حلوه ازاي يا ولاد، بجد شكلها قمر قوي.
المهم البرطمان ده هيفضل عندي، ممكن اسيبه لسنة. بس الجبنة القديمة اللي فيها قوي دي مش هفتح عليها دلوقتي خالص. يعني الجبنة اللي انا حطيتها لتحت دي مش هفتح عليها خالص. لو حبيت ممكن اخد شوية من الصوص بتاع المش وخلاص. بقى قولوا لي ايه اللي ناقص لكم بالظبط. مش انا عايزه اقول لكم، انا قلت لكم على كل الاضافات. القوام بتاعه لو حابه القوام بتاعك يكون تقيل، تجيبي قطعتين من الجبنه القريش وانت بتضربيه في الخلاط، تبتدي ان انت تضربي معاه قطعتين جبنه قريش يتقلوا القوام بتاعك. واللون زي ما قلت لكم انا بعتمد على الفلفل الاحمر فيه. لو عندك شويه عجوز وحابه مش ما فيش حد ياكلهم يعني، وحابه تضيفيهم فيه حطيهم زي ما انت حابه. طعم بقى لو انت حابه الطعم بتاعك، شوف انت بتحبي نوعيه المش بتاعت مين، وحابه الطعم بتاع المش بتاعك يبقى نفس الطعم، اعملي زي ما بقولك كده وحطي من النوع اللي انت بتحبيه. جيت هنا بقى على الوش اخر حاجه بحطها، بحط شويه زيت. شويه الزيت دولت بيعملوا عازل كده بين المش وبين الجو كده، ما بيخلوش يدخل اي حشرات او كده. كمان لو انت حابه تحطي على الوش زيت زيتون مكان الزيت العادي ده، بتحطي زي ما انت حابه حطي. و عايزه اقول لكم ايوه كمان الحشرات بتكتري الشطه. انا عايزه اقول لكم بعتمد جدا على الشطه في المش بتاعي علشان ما يدخلوش اي حشرات. والحمد لله اللهم بارك ما شاء الله عليه. انا عايزه اقول لكم بقاله 6 سنين عامله مش عمري في حياتي ما كان عندي حشره او دوده او حاجه زي كده دخلت المش بتاعي. في ناس بتحب تاكله كده، في ناس يعني ربنا بيحلل لها كده اكلها، انما ما عمرهاش حصلت يعني، ولا عمرها حصلت ان انا اعمل حاجه وتطلع زي كده يعني. برطمان المش قدامك اهو، شكله تحفه قمر بجد، يستاهل بقكم. قولوا لي لو في اي حاجه عايزين تسالوها في الموضوع ده. لو عايزين نعمل لكم حلقه منفصله خالص عن المش وازاي طريقته وازاي عملته من الاول خالص وازاي، طبعا اشرح لكم كل حاجه في الفيديو. بس لو عايزين اضيف لكم اي اضافه انا تحت امركم. لو وصلت للجزء ده من الفيديو يا ريت تقدري تعبي وتعملي لايك وتشتركي في القناه، ده انت هتنوريني وتشرفيني وعيلتنا الصغيره هتكبر بيكي كده يا قمر انتي. بشكركم على حسن المتابعه وشكرا لكم. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.